Guten Morgen, Guten Tag oder Guten Abend. ازيكم؟ ايه هي التحيات في اللغة الألمانية؟ هل دي التحيات بس ولا في تحيات تانية لسه ما نعرفهاش؟ ده اللي هنعرفه النهارده. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل فولو صفحة الفيسبوك وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ويلا بينا. اللغة الألمانية فيها تحيات كتيرة جدا، ولكن في تحيات رئيسية بيتعلمها أي حد بيتعلم اللغة الألمانية. فتعالوا نشوف الأساسيات الأول. أول حاجة معانا هي Guten Morgen. Guten Morgen معناها صباح الخير، وبنستخدمها في الصبح لما مثلا بتروح الشغل أو بتروح في أي مكان الصبح، فتبدأ تقول Guten Morgen. تاني حاجة معانا هي Guten Tag. Guten Tag زي كده إيه نهارك سعيد، وبنبدأ نستخدمها في معظم اليوم. بنبدأ نستخدمها ونقول Guten Tag. لكن لما الدنيا تبدأ تليل بقى ويبقى الجو بالليل فنبدأ نقول Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend معناها مساء الخير. دي الحاجات الأساسية اللي بيتعلمها أي حد بيتعلم اللغة الألمانية. لكن اللي ما نعرفوش في حاجات تانية مرتبطة بمناطق معينة. على سبيل المثال في عندنا كلمة Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott معناها زي أهلا، ولكن بيستخدموها في جنوب ألمانيا. وفي كلمة تانية زي كلمة Moin. Moin. وكلمة موين بيستخدموها في شمال ألمانيا ومعناها أهلا برضه. طب هل هي دي التحيات بس ولا في بعض الكلمات التانية اللي ممكن نستخدمها؟ عشان أكون صريح معاك في كلمات كتيرة تانية، ومنها هالو، هالو، هاي، 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 هلشن، هلشن. وبرضه في تحيات مربوطة بمناطق تانية برضه زي مايزن. مايزن مايزن برضه بتتقال في شمال ألمانيا. وفي حاجة كمان تانية سيرفوس. سيرفوس، وسيرفوس معناها اهلا، وبتتقال في جنوب المانيا خصوصا في بايرن. في كلمه تانية بيقولوها ساعه الغدا بقى، يعني لما بيتجمعوا كده ساعه الغدا فبيقولوا مالتايت. مالتايت ومالتايت زي كده اهلا كده، بس بيقولوها ساعه الغدا. وبالمناسبه الغدا عند الالمان بيبقى من الساعه 12 للساعه 1، فده الميتاكس اسم. وبكده نكون عرفنا التحيات في اللغه الالمانيه، التحيات الاساسيه وكل حاجه عن التحيات عند الشعب الالماني. فلو عجبك الفيديو متنساش تعمل فولو صفحه الفيسبوك وسبسكرايب لقناه اليوتيوب، واشوفكم فيديو جاي وتشيز.